ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي خوتي، اليوم راح نجاوب واحد اللي ضرب بنديره كذا. دوك تشوفوا، اسمعوا تشوفوا. المرة اللي فاتت درنا فيديو على المليار دولار أمريكي اللي حطته الجزائر من أجل التنمية في إفريقيا، وباش يقضيو شوية على البطالة وباش يستثمروا شوية ويعاونوا شوية. من الناس كما شفتوا الشوكات. اش الحكايه تاع المليار دولار هذه يا خويا؟ وقتاش صرات هذه وقتاش؟ الرئيس نتاعنا هز مليار دولار وراح يدير بهم مشاريع ضخمه. لو كان صرفوا المليار دولار هدايا رايحه تعطيك 23,000 مليار و500. العديد من الناس حاروا انه الشعب ديجا ضايع في حاله وانت تروح تمدهم من ناس اخرين، ولكن هناك العديد من الناس اخرين سألوا قال لك لا يا جماعه ما تكونوش هكاك تسمع هكاك، سي با لوجيك. يعني هل كاين مسؤول يعني حابس في راسه لهذه الدرجه؟ مستحيل انه مسؤول غبي يروح يمد. نحبس شوية قبل نجاوبوا على الشيء اللي يقول فيه، يعني باللي الشعب راه ضايع. الشعب مش ضايع، الشعب مش ضايع، الحمد لله يا ربي. الشعب راه في نعمة. في أي دولة كاين الفقير وكاين الغني وكاين المتوسط، في أي دولة كانت، ماشي غير في الجزائر. انت برك حبه تشعل نار الفتنة وتقول باللي الجزائريين راهم ضايعين. زيدوا نسمعوا برك شوية. مثلا مليار دولار باش المواطن تاعو يكرهو. هاي بين باللي شرو بها السن، بين باللي كاينه حاجه، كاينه امور سياسيه، امور اكبر منا اللي احنا ما نعلموهاش، وهذه صاريه من بكري. العديد من الناس يقول لك هل المسؤول غبي لهذه الدرجه؟ اكيد كاينين ديزافونتاج بوليتيك ولا دبلوماتيك انتم ما عبالكمش بها، يعني ما يقولوش كلش، يعني سي با بوسيبل يمدوا مليار بالشعب تاعو. انتم ما على بالكمش كلش، هو برك اللي على باله، هو اللي عنده في مخه وعلى باله. السيد اللي كان يهدر قبله قال ربما كاين امور اللي على بالهم بهم الدوله، الشعب ما ينجمش يكون على باله. ولكن هذا وش يدير؟ هذا يغير كلش، يغير كلش ويحب يمد امر واحد اخر. ودي ما كانش منها جماعه. فأقول له يا دوك نبين لك بالدليل بالصوت والصورة باللي هذا ماشي مسؤولين أغبياء، راهم فاتوا الغباء من هيك يا أخي. نعطيك مثال بركة واحد ولا زوج وانت قيس على ذلك. كاين واحد المسؤول في الجزائر اسمه عاطف اللي هو وزير الخارجية تاع درك، هو من بكري وزير مام وقت هما على حال على كل حال. تلاقى في لقاء صحفي مع السيدة خديجة بن وسقساته قالت له حق دوك المليارات اللي تبرعتوا بهم ومسحتوا الديون، اسكو لهم فايدة ولا لا؟ تحدث بعض دولة إفريقية ولا على مقابل هذا أنه في خلل في العمل الدبلوماسي. الوضع أبشع من هذا. هنا فايدة ولا اسم قال لها يا أخي لما أنت قررت هك ونش عارف هو اللي شخصيا قررها شخص آخر مسح عم بناش حوني الأمر. شوف، كان يتكلم عن المليار تاع مؤخرا لمن مدته الجزائر هذه كان يجيكم، لكن باه يستدل بالدراهم اللي مدتهم الجزائر 14 دولة إفريقية وسمحت لهم، مش سمحت لهم، بوتفليقة سمح في الديون هذه. احنا على بالنا بلي بوتفليقة سمح في الديون والشعب ما كانش راضي بهذا الشيء. دروك انت تجي باه تعاود تجبد الحكاية وهذا هو الدليل، يقول لكم هذا هو الدليل، وهذا كل باه يحرض. دوك تشوفوا واش يجبد لكم مع الاخر. سمحوا لي نكملوا ومن بعد نزيد نعلق. قالوا لنا بركو يا ولدي مسؤول ما عم بالوش حتى شكون يمدوا الامر تاع روح مد الملاير تاع الدولارات. يا ولدي انت تحكمها تقول طفل صغير تقول له مد الدور اللي في جيبك يقول لك ما نمدش له انا بغل. تخيل وزير وحكومه كامله يجيهم امر باش يمدوا الملايير ويقول لك والله بالنا شكون قال لنا احنا مدينا وبرك. هذا غباء ولا مش غباء؟ انت طبعا كجزائري من الاول تقول له دي ما كانش منها والله صح. يعني ليس هناك استثمار اصلا لهذا الموقف. طبعا قالوا لهم ما تكلموش عليها. ولكن احنا نطرح سؤال، يعني كي كانوا عم بالهم باللي الاموال دي تاع الشعب هكاك راحت وما عم بالهم شكون يعني مدها، علاه ما وقفوش هكا ومره رجلوا في حياتهم وقالوا للشعب الجزائري يا شعب هاد السوار نورمالمون ما عم بالناش شكون يمدهم وكيفاه يتمدوا ولا عارضوا؟ علاه
على موقف دركا كي تقولها لي واش من الفايده انا كي كنت انت هنا، كي كنت انتيا كنت هنا، كنت تغني وتضرب واسمو، وكانت كانوا امك جو بونس وقيلا مكذبنيش ربي يما كانت عندها علاقه مع البوفوار باه يجيبوا لك مع وزاره الثقافه ويكبروا بك ويطلعوك في واسمو، تروح الاذاعه وتروح هذا وكل راك ناسيهم على كل حال. لكن في الوقت هذاك لا ما تكلمتش انت باش كنت على بالك، ليه ما تكلمتش؟ الشعب الكل كان على بالو. يا غبي انت، هو الغبي ماشي هذو اللي غبياء، انت الغبي. نزيدو نسمعوك يا كي تقول لي والله غير مدوا كيما كي يخرج تبوني يقول لكم والله شفتوا البلاد باعوها وكانوا يديروا هي علاه ما خرجتوش قلتوا لنا الوقت هذاك نوقفوا معاكم؟ علاه كنتوا ساكتين على الباطل؟ هما مساكن كانوا ينتظروا في الشباب كيما ابراهيم العلامي وتجاديد ويخرجوا يحروهم بالحراك شفتوا الامثله اللي عطاكم؟ شكون اللي حركم؟ شكون اللي حركم؟ تجاديد والعلامي وسقلاب وهذا الناس اللي مجندين وحنا على بالنا باللي مجندين، حتى بالشعب فاقلكم بالحكايه تاعكم هذو اللي راكم تقولوا فيهم. سمعوا جديد والعلامي ويرميهم في السجون ويرجعوا هما مسؤولين، ويطلعوا اللي كان وزير يطلع رئيس، واللي كان شويه بطه يطلع وزير، واللي كان والي يطلع كذا. والله نسيت حاجه برك، واللي كان مغني وش يولي عامل الإذاعة العربية هذيك، وعامل قطر، وعامل الإمارات، وعامل الناس اللي راح تخلص فيك، هذه وين نسيتها نتايا؟ دوك نرجع لك لحكاية المليار. إذا كان ما قريتش البيان يا بني، لازمك قبل الناس اللي بعثتك باه تهدر هكذا لازم تقول لهم يا ولدي راكم غلطتوني، راه كاين بيان وما قريناهش. البيان يقول لك باللي الدولة الجزائرية أعطت مليار إلى الوكالة الجزائرية، ما عطاتهاش للدولة إفريقية، عطاتها للوكالة الجزائرية. الوكالة هذه لا تعطي لها الدولة تاعنا هي بيسك الجيريان، لا تعطي لها الدراهم باه تستثمر في البنية التحتية تاع الدول الإفريقية، في بناء مدارس، في بناء مستشفيات كما راك تقول انت. ولكن ماشي باطل وليدي، هنا اللي راك غلط في حساباتك. انا نتمنى تروح تزيد تعاود تقرا، شوف البيان واقرا، حتى باللي يتبعوا فيك يروحوا يقراوا البيان باه ما تغلطهمش انت وتجي دير لنا فتنه في البلاد. انت اخي نعرفوك على كل حال تاع غايطه وتاع هذا ما كان سيتو، ورحت العربيه ورحت للدول اللي عاونوا فيك، وعلى بالنا كيف راك تخلص. ماكش خدام، ماكش تغني، واش راك تخدم؟ صحافي؟ ماكش صحافي. صافي دير راهم يعطيو لك، يقولوا لك روح اهدر، قول هكذا وقول هكذا وقول هكذا، ويعطوك المقابل تاع هذا الشيء. ان شاء الله خاوتي راكم فهمتوا الميساج. روحوا اقراو البيان تفهموا بلي كاينه وكاله جزائريه اللي عطات لها الدوله هاد الدراهم. اما هذو راهم يشعلوا في النهار، هو وبن زهره وبن شهره وبن زديره والكلب تاع المازدا وش يقولوا له عبدو سمار، هذه كيبوك هذو كل خالصين. سورتو سقلاب يا اخي، سمعتوه كيف يهضر مع الاماراتي اللي فضحوا اسماعيل مان الواكر، هو اللي جبد التسجيل تاعو يهضر مع السيد يقول له بعث لي دراهم، ويقولوا له لا ما قلتش هكذا ولا ما قلتش هكذا، ويقول له انا ما راحليش في الجزائر، انا ما يهمونيش الشعب الجزائري. هذو نثيقوا فيهم. السلام عليكم.